تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة بطريقة سهلة من غير تعقيد ولا مكونات غريبة، بطعم حكاية واللحمة تطلع معاكي دايبة زي ما انت شايف. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونقول بسم الله. في حلة على النار هنحط معلقة من السمنة وننزل عليها بقطع اللحمة. القطع اللحمة تكون متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة، مش اكبر من كده علشان تستوي معاكي اسرع وكمان تكون سهلة في الاكل مع الرز او بالعيش. هحطها كده في الحلة وابدأ اشوح فيها مع السمنة لغاية ما لونها يتغير، يعني مش هحط اي حاجة فوقها لغاية ما تتحمر معايا كويس قوي. هبدأ دلوقتي احط ورقتين من اللورة وفلفل اسود وبس كده. الملح مش هحطه دلوقتي، هكمل تشويح في اللحمة. واول ما اوصل للون ده هبدأ في المرحلة دي انزل البصل. كمية البصل تكون كويسة، مثلا 3-4 بصلات كبار هقطعهم حلقات رفيعة وهنزلها على البصل وابدأ اقلب فيها. في الوقت ده هنضيف الملح بيساعد كمان ان البصل يدبل بسرعة وننزل ميته وتبدأ اللحمة والبصل مع بعض ياخدوا سوا بدون اي مية احنا هنضيفها دلوقتي. هقلب كده وهغطيها تستوي شوية على نار هادية خالص من مية البصل ومية اللحمة. اول ما احس اني خلاص المية نشفت منهم هبدأ اضيف المية بالتدريج، ولازم تكون المية مغلية. يعني دلوقتي اهو كده المية بتاعتها خلاص خلصت. هبدأ اضيف المية، هضيف بس كوباية مية تكون مغلية يا جماعة. بعد كده هقلب، وقبل ما اغطي عليها هضيف معلقة صغيرة من البابريكا بتدي لون حلو للحمة وفلفل اسود وبس، وهغطيها واسيبها برضو على نار هادية خالص لغاية ما الاقي المية بتاعتها خلصت. هشوف اللحمة لو لقيتها لسه ما استوتش هضيف هنا كوباية مية تانية، وده اللي انا عملته. ضفت كمان كوباية مية وبالنسبة لي انا ما اخدتش اكتر من الكوبايتين دول وكانت استوت. هغطيها وبعد كده هشوفها اذا كانت استوت ولا لا. استوت خلاص، لازم يكون فيها شوية من الصوص. بعد كده نغرف ونقدمها مع عيش او مع رز ابيض، تبقى جميلة جدا. وهستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من الوصفات. وبالهنا والشفا عليكم.